أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. البارح فرانس فوتبول كانت أعلنت عن أفضل لاعب لسنة 2024-2025. هل يستحق عثمان ديمبélé هذه الجائزة؟ ما هي المعايير اللي تقوم عليها الجائزة هذه؟ هذا الكل مش نحكيه فيه في الفيديو، لكن قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناة، تدعمونا بلايك وتخليوا تعليقاتكم في آخر الفيديو. للي ما يعرفش عثمان ديمبélé لاعب فرنسي 28 سنة. أبرز تنقلات هذا اللاعب كانت من ستاد رين الفرنسي، النادي بروسيا دورتموند الألماني، اللي بصراحة اترشق معاها وعمل موسم ممتاز وممتاز جدا، اللي خلانا من بعدها نشوفوه مع نادي برشلونة الإسباني بقيمة تسويقية كانت عالية برشا، 135 مليون يورو. لكن إجماليا اللاعب مع نادي برشلونة الإسباني بصراحة ما كانش قدم مستوى متميز أو ممتاز. إجماليا فشل في التجربة مع نادي برشلونة الإسباني. كانت عدة أسباب وراها الإصابات، وراها الانتقادات بصراحة اللاذعة اللي كانت من الجماهير أو من أيضا اللاعبين أو المدربين أو الصحفيين، اللي خلى اللاعب ممكن يتمس برشا مونتالمون وما يكونش في أفضل حالاته. يعاود يكتشف اللاعب نفسه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ما انتقل من نادي برشلونة ب50 مليون يورو. ولهنا بصراحة نحب نوجه التحية أيضا لويس إنريكي، اللي بصراحة اللي رجع الشغف لديمبélé، وكان وظفه توظيف ممتاز وممتاز جدا، وكان وين يحطه رقم 9 رقم 10 جناح يمين يسار. بصراحة عثمان ديمبélé كان متميز وكان حاسم في عديد من المباريات. لكن هل هذا الكل يشفع لديمبélé انه يكون افضل لاعب لسنة 2024-2025؟ بصراحة حسب رأيي لا، لأنه ماهوش هداف الدوري الفرنسي، ولا هداف الدوري الأوروبي، ولا هداف تشامبيونز ليج. مع انه ديمبélé حصد جميع هذه الألقاب، لكن جميع الألقاب، نقصد البطولة الفرنسية ولا تشامبيونز ليج ولا الكاس، لكن هذا الكل بصراحة حسب رأيي الخاص ما يشفعلوش انه يكون هو افضل لاعب لسنه 2024-2025. المتواضع افضل لاعب لسنه 2024-2025 هو اشرف حكيمي او لامين يامال. بصراحه هذو من اللاعبين اللي كانوا يستحقوا يكونوا. كان نحكيو على المعيار الموهبه ومعيار الفنيات ومعيار بالرسمي لاعب من عالم اخر في سن 18 سنه او 19 سنه هو لامين يامال. وكان تحب القاب وكذلك ارقام، اشرف حكيمي هو اللي يستحق الكره الذهبيه. هذا حسب رايي الخاص، لكن كما في كل ميدان وديما في كل حاجه ديما فما ماكينات تخدم ورا اللاعبين، ماكينات تخدم ورا الشركات، ماكينات تخدم ورا السياسيين، ماكينات تخدم ورا اللاعبين في الكوره زاده. كنا شفنا رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي يروج الفكرة عثمان ديمبélé أفضل لاعب في سنة 2024-2025 عندها 4 شهور ولا 5 شهور التالي، ويحسب له الشيء هذا ونجح في ترويج هذه الفكرة بصراحة. لكن أشرف حكيمي كي نجي نحكيو على أرقام أشرف حكيمي أو ألقاب أشرف حكيمي هي كانت مثل ديمبélé، لكن هنا نحكيو على مدافع، ولا اللي يحب يسميه ظهير أيمن يسميه، لكن نحكيو على مدافع مسجل 11 هدف، مساهم في 15 هدف كذلك، اجماليا 26. هذا ما ننسوش المساهمات نتاعو مع المنتخب المغربي، في حد ذاته رقم قياسي في الخمسه الدوريات الكبرى في مساهمات ظهير او مدافع في هذه في جميع هذه الاهداف. كان في مباريات كبيره كان حاسم وحاسم جدا بصراحه، يسجل او تمريره حاسمه. لكن ما راعنا الا ان المحاباه وخلينا لهنا ونزيدك من الشعر بيت. اشرف حكيمي له في المرتبه الثانيه، وله في الثالثه، وله في الرابعه، وله في الخامسه. اشرف حكيمي في المرتبه السادسه، ولهنا يخليني بصراحه نقتبس قول العصام الشوالي: إذا كانت التذكرة الأخيرة لدخول الأولمبيكو بروما
بين محمد وباولو سيعطوها لباولو. لذا خلصت العبارة. لازم يكون لازم ماكينات تخدم وراء هذه اللاعبين هذوما باش بصراحة يقدروا يفوزوا بالكرة الذهبية، لأن صلاح مدة 10 سنين 8 سنوات صلاح طاير توب، أرقام قياسية يحطم فيها كل نهار. أشرف حكيمي كيف استمرارية مدة 5 سنوات، لكن بصراحة السنة هذه حطم جميع الأرقام. لكن ما رانا إلا ديما البطولة هذه تتعطى بطريقة أو بأخرى. اللاعب أو ما لاعب يكون وراه شكون. وتفكروا الكلام هذا السنة هذه ديمبلي ممكن ما يسجلش حتى ممكن ما يوصلهمش ال20 هدف اللي سجلهم السنة اللي فاتت في البطولة الفرنسية. وشكرا، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تخلوا تعليقاتكم وتشتركوا في القناة.